السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة خفيفة سهلة وسريعة وهتنفعنا فطار وعشاء. هنعمل مع بعض قرص طرية هشة جدا وهنحشيها حلو وحادق. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. كوباية من اللبن الدافي عليه كوباية من المية الدافية، وهنزل بباكت خميرة فورية ومعلقتين كبار من السكر البودرة، وهقلب كل المكونات دي كده كويس جدا. بعد كده هنزل عليه بنص كوباية من الزيت وبيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. قلبي كويس لحد ما يختلط كله مع بعضه. بعد كده هحضر كيلو دقيق، هنزل بيه تدريج، يعني ما تنزليش بالدقيق كله مرة واحدة. الدقيق ده منخول كويس وعليه رشة من الملح، معلقتين كبار من اللبن البودرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وقلبي كل الخليط ده مع بعضه. طبعا زي ما احنا شايفين انا منزلتش بالدقيق، لما لقيته احتاج زودت تاني، وهو خد مني كيلو دقيق مظبوط. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، بس المقدار ده خد كيلو الدقيق كامل. عجنتها كويس وسبتها تخمر، وبعد كده هشتغل بيها زي ما انتوا شايفين خمرت وراحت زي الفل. هجيب بقى العجينة بتاعتي، هبدأ اشكلها اقراص زي ما انتوا شايفين كده. هجيب صينية رشة دقيق واشكل فيها العجينة، وبعد كده هسيبها ترتاح شوية. بعد ما اشكلها واسيبها ترتاح هبدأ اشتغل فيها على طول. جبت هنا شوكليت وجبت عندي جبنة مثلثات، لو حابة انتي تضيفي اي اضافة تانية من عندك او اي حشوة ممكن تحشيها. جبت الصينية فردتها ورقة زبدة، وممكن كمان ما تتفردش ورق زبدة وتتحط على طول، يدوب دهنة زيت خفيفة جدا، وهتبدأي ترصي في القرص بتاعتك زي ما انت شايفة كده. بس لازم نسيب مسافة بسيطة جدا ما بين كل واحدة والتانية، علشان لسه هتخمر كمان معانا في الصواني. تمام كده زي ما انتوا شايفين خمرت معايا وبقت زي الفل ازاي. بعد كده بقى هجيب هنا شوية لبن عاديين عليهم معلقة صغيرة من اللبن البودرة، وهبدأ ادهن الوش بالراحة خالص بالفرشة، بلاش نضغط عليها علشان الخمر بتاعها ما يهبطش معايا. اولا اللبن البودرة مع اللبن العادي هيدي لون جميل جدا للقرص بتاعتك، هيديها لون روعة. هكون في الفترة دي مجهزة الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل ما ادخلها بنص ساعة، علشان اول ما ادخلها بقى هدخلها على الشبكة اللي في النص. مش هتاخد معايا في الفرن تقريبا تلت ساعة وهتكون جاهزة معاكي. هتطلع من الفرن هتغطيها بفوطة وتسيبيها لمدة 5 دقايق او 10 دقايق. هتطلع معاكي احلى قرص طريه بحشوه حلو وحادق زي ما انت شايفه، اسفنجيه هشه من جوه. وزي ما انت شايفه كده ممكن تحشيها اي حشوه عندك. حبايبي جربوها، سهله وبسيطه وبألف هنا.